بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي متابعين قناة ماما حبيبي في البيت، السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. فيديو جديد عليكم سعيد، يا رب كل أيامكم تكون أفضل من العيد. فيديو النهاردة يا حبيبة قلبي بإذن الله إزاي تخلي اللحمة المسلوقة طعمها زي طعم اللحمة المشوية على الفحم، بتكات بسيطة جدا وشوية بهارات بسيطة جدا موجودة عندنا في كل بيت. وكمان عملنا صينية بطاطس ممكن حضرتك تحطيها في الفرن او تحطيها فوق البوتاجاز تستوي. حبيبة قلبي ست الكل، انا جبت كيلو من اللحمة وغسلته مرة واحدة بس علشان خاطر ما اضيعش البروتين والفوائد في المية، وسلقته بالشكل اللي حضرتك شايفاه كده، بس سلقته 3/4 سوا. وضفت في مية سلق اللحمة جزرة وورق لوري وبصلة كاملة وحبة طماطم زي ما حضراتكم شايفين. الشوربة جميلة. جبت بقى في بولة فاضية، جبت 7 حبات من الطماطم لان انا عاملة كيلو لحمة، وجبت 3 بصلات وسط، دي بقى التتبيلة اللي هنعملها. وجبت 3 قرون من الفلفل الاخضر او فلفل الوان حسب المتوفر عند حضرتك. حبايب قلبي، اوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن ولو مرة واحدة في اليوم، وتدبرها وفهمها على مراد الله تبارك وتعالى، والعمل بما جاء بها قدر المستطاع. شوف حبيبة قلبي، انا جبت بقى البصل وخرطته وهبدأ اضربه لوحده في الكبة الاول. فرمته فرم ناعم جدا اهو زي ما حضراتكم شايفين، لازم يكون فرم البصل ناعم جدا جدا. وكمان حبايب قلبي بدأت افرم الفلفل والطماطم برضو في الكبة فرم ناعم جدا جدا. وبدأت انزل بربع معلقة، نص معلقة صغيرة مستكة مطحونة، بتدي طعم جميل جدا تحفة. توابل حلوة جدا للحمة بتاعتنا. وخدت كمان زي ما حضراتكم شايفين نص معلقة صغيرة من الكبابة الصيني المطحونة، نص معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة مليانة كزبرة ناشفة مطحونة، نص معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون، وربع معلقة صغيرة من التوم الأخضر الفريش، ممكن حضرتك تحطي فصين أو 3 فصوص من التوم المفرومين المهروسين، ومعلقتين صغيرين من الخل. وببدأ ان انا اقلب كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين كده علشان كل الخلطة تشرب من بعضها. والله يا حبايبي كان طعمها تحفة. ببدأ انشل دلوقتي اللحمة زي ما حضراتكم شايفين، ما نسيبهاش غير انا في الشوربة كده حرام. الشوربة جميلة جدا تبارك الرحمن، صافية زي العسل زي الفل. اعملوها بنفس الطريقة اللي انا قلت لحضراتكم عليها. حطي لي بقى اللايك حبيبة قلبي لو عجبك الفيديو لحد هنا، ما تنسينيش بالاشتراك واللايك والشير وتفعيل زر الجرس. صفيت الخليط بتاعي بالصفايه السلك وهنحتفظ بالتفل حبايب قلبي، مش هنرميه، هنستخدمه كمان شويه هتشوفوا في ايه. بجيب بقى ميه الخليط التصفيه بتاعتي وبحط عليها علبه من الزبادي. علبه الزبادي حبايب قلبي بتساعد على ذوبان الانسجه علشان اللحمه بتاعتي تستوي بسرعه وتتشرب التتبيله بسرعه. بجيب صينيه او طاسه على البوتاجاز وببدا انزل فيها بمعلقه من السمنه او الزبده. انا هنا نزلت بمعلقه من اللي انا كنت مسيحاها في البيت، ونزلت باللحمه بتاعتي وهسيبها تتشوح فيها مده 3 دقايق وتاخد لون احمر جميل. بعدين يا ست الكل نزلت اهوت بالخليط بتاعي اللي معاه الزبادي وبشوحها، بخليها تاخد تشويحه حلوه قوي معاهم، وبوطي عليها العين هتاخد معايا مده نص ساعه او تلت ساعه، وبغطيها لكن كل شويه اقلبها علشان خاطر ما تتحرقش مني. زي ما حضراتكم شايفين بدات تشرب الصوص اهي، ريحتها جميله جدا. في حله بقى على النار هنزل بشويه من الزيت، وهنزل بمعلقه من الزبده او معلقه من السمنه، وهبدا ارمي فيهم التفله حبيبه قلبي لو انت فاكراه اللي احنا قلنا مش هنرميه. واشوح التفله حبايب قلبي اللي هو التصفيه يعني. وبعدين بنزل بالرز بتاعي زي ما حضراتكم شايفين، انا غسلاه 2 رز مصري نضيف زي الفل مغسول مره واتنين، ونزلت بكوبايه من الشوربه اللي عندي اللي انا عاملاها بتاعه وكمان هنزل بكوبايه من الميه زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده يا ست الكل انا قلبت كويس ودقت الملح، لقيت ان انا محتاجه ملح في الرز بتاعي. دي قطعه من اللحمه، يا بختي اللي هيلاقيها طبعا. فحطيت نص معلقه كبيره من الملح على الرز. حضرتك بتدوقي وبتشوفيه محتاج ولا لا. لو عجب حضرتك الفيديو يا ست الكل ما تنسينيش بالاشتراك واللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. دلوقتي معايا حوالي كيلو بطاطس، بغسله وبقشره كويس وبقطعه طرنشات مدوره زي ما حضرتك شايفه. حضرتك قطعي البطاطس بنفس السمك كده
ودلوقتي اللحمة اتشربت الصوص بتاعها، تبارك الرحمن، كان طعمها جميل جدا، جربيها مش هتندمي. وهنا يا ست الكل وطيت على الرز بتاعي بعد ما شرب ميته كلها. وبعد كده حبيبة قلبي بنزل بشوية من التتبيلة اللي عندي على البطاطس وبقلبها كويس زي ما حضرتك شايفة، وبنزل بنص معلقة كبيرة من الملح وربع معلقة كبيرة من الفلفل الأسود المطحون، وبنزل كمان يا حبيبة قلبي بنص معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة المطحونة، وبقلب كويس جدا زي ما حضرتك شايفة. ببدأ أجيب الصينية بتاعتي اللي هحط فيها البطاطس، وبحط فيها شوية من الزيت وبفردهم في الصينية علشان البطاطس ما تلزقش معايا، وهبدأ أحطها فوق البوتاجاز عشان تستوي. أو ودي حبيب قلبي معايا كيلو ونص من الطماطم المطحونة في الخلاط، نزلت عليهم بنص معلقة كبيرة من الملح، وكمان نزلت بيه معلقة صغيرة من الثوم الأخضر الفريش المفروم، ممكن حضرتك تنزلي بست فصوص من الثوم العادي، وبنزل بالخليط بتاعي زي ما حضرتك شايفة فوق صينية البطاطس، وبولع عليها في الفرن أو فوق البوتاجاز. دلوقتي دي صينية التقديم اللي هنزل عليها الرز بتاعي زي ما حضرتك شايفة. بنزل بالرز وببدأ ان انا اظبطه، وبعدين بنزل فوقيه باللحمة بتاعتي. تبارك الرحمن، كان طعمها تحفة جميلة جدا، بسم الله ما شاء الله، الف حمد وشكر ليك يا رب، واقل من كده طبعا رضا وخير من الله تبارك وتعالى. وكان الرز مفلفل يا حبايب قلبي وجميل وعسل وتحفة، حباية حباية تبارك الرحمن. بولع بقى فحمة على اي عين عندي من النار وبعليها جدا، وبنزل عليها بشوية من الزيت زي ما حضراتكم شايفين كده علشان تديني الريحة الحلوة بتاعة الفحم، وبغطي على اللحمة والفحماية وبتبقى ريحتها جميلة جدا، وبألف هنا وشفا هتعجبكم جدا. ودي البطاطس بتاعتنا بقت زي الفل، وشكرا جزيلا لحضراتكم، وكل عام وحضراتكم بألف خير وصحة وسعادة. اللهم انصر اخواتنا في فلسطين على عدونا وعدوهم، آمين.